بسم الله الرحمن الرحيم. أوروبا شهدت 3 حضارات. الحضارة الإغريقية أولًا بمراحلها المختلفة، ليها مرحلة اسمها المرحلة الإيجية وكده، لكن هي يعني بنعتبرها كلها الحضارة الإغريقية. وفي الحضارة الرومانية جات بعديها، والمرحلة التالتة اللي هي الحضارة الغربية اللي موجودة لحد دلوقتي. يعني أوروبا شهدت 3 حضارات. الحضارة الغربية اللي إحنا بنتكلم عليها اللي موجودة حاليًا، الغربيين دول بدأوا حضارتهم تقريبًا يعني يعني في القرن الرابع، الخامس، السادس الميلادي. يعني عمر حضارة الغرب الفعلي م يمكن 1000 سنة وحاجة. هم بدأوا كقبائل، قبائل بدائية، همجية، دموية، زي التتار كده، وكانوا عايشين في جرمانيا اللي هي شمال ألمانيا الحالي، وفي اسكندنافيا. وكان الرومان مانعينهم يعدوا نهر الراين. ده الخط الاحمر، ما تعدوش، لانهم عارفين انهم قبائل بدائيه، وكانوا كل ما يخرجوا عن النص يبعتوا لهم حمله عسكريه تموت منهم مئات الالوف وتستعبد مئات الالوف. ويعني كان الرومان دايما بيدوهم حملات تأديبيه، ولحد ما الرومان ضعفوا. فبدأت القبائل دي ايه ده كان اللي منعنا من الحركه، الرومان ضعفوا، بقوا ضعاف، فبدأوا يتجرأوا القبائل دي على انهم ينزلوا في اوروبا. واللي شاف مسلسل الفايكنج ممكن يفهم الكلام ده. قوارب يسبحوا فيها، ينزلوا على الانهار طبعا الانهار دي بتصب في البحار، فانا اجي في البحر وبتراكب النهر وماشي في النهر لحد ما يوصلوا مثلا للمدن بقى بتاعت فرنسا، للمدن بتاعت انجلترا، للمدن بتاعت اي حاجه، ويبداوا سلب ونهب ويقتلوا السكان ومش عارف ايه وحاجات زي كده. م- سنه ورا سنه، قرن ورا قرن، قعدوا على كده يمكن قرنين سلب ونهب ويهربوا. كان في الاول متعودين ان الرومان هيجروا وراهم ويضربوهم علقه، بس لا، الرومان ما بيجوش وراهم. قال لك ايه ده، طب ما هم ما بيجوش وراهم، احنا بنجري ليه؟ لا، قال لك طب ما نستوطن بقى احنا، لان ارضهم صخريه وارضهم غابات مظلمه في في جرمانيا وفي اسكندنافيا ارض صخريه. فقال لك طب ما احنا نقعد في البلاد الخصبه دي الجميله دي، والجو فيها حلو، مش برد قوي زي عندنا كده ومطر والكلام ده. فبدأ ان هو يستوطنوا كقبائل في القرى بقى اللي هي الأوروبية والمدن والمش عارف ايه. ومع الوقت بقى القرون بدأوا يكونوا بقى إمارات، لحد ما اتكونت دول الغرب الحديثة كلها اللي هي فرنسا وأسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وهكذا دول، وهولندا ويعني كل هذه، وبولندا، وحتى روسيا نفسها كده برضه. فهنا ظهرت بقى عندهم، بدأوا لما استقروا بقى وبدأوا يزرعوا ويشتغلوا فلاحين، في دايما ارتباط بين الزراعة والثقافة. حتى اسمها دي الزراعة اسمها اجري كالتشر، بينما الثقافة اسمها كالتشر. في ارتباط بين الاثنين. من غير زراعة ما بيبقاش في ثقافة، لأن الثقافة بتيجي من الاستقرار. فلما بدأوا يستقروا بدأت تبقى عندهم ثقافة، وبدأت الكنائس يخشوا المسيحية بقى، وكنائس تعلمهم وتثقفهم وبداوا يبقى عندهم بقى عصر النهضه ومش عارف ايه، وبدا عندهم ناس مثقفين والرسامين وليوناردو دافنشي، مايكل انجلو، بوتشيتيلي، ويظهر عندهم بقى الكتاب، دانتي وبوكاتشيو، بيترارك. يعني بدا يبقى عندهم الكتاب، وحتى في انجلترا وفي المانيا، كل دول اوروبا. فهم قالوا احنا كده بدانا نكون حضاره جديده اللي هي الحضاره الغربيه. فهم طبعا بنوا حضارتهم على ان هم جابوا التراث اللي حاجه اسمها الرينيسانس ده، اللي هو استدعاء التراث الاغريقي والروماني عشان يتعلموا منه. فقالوا طب احنا عايزين نروح نتفرج على الاغريق دول والرومان ازاي ابدعوا الحاجات دي. يعني نروح نشوف الحته اللي كان عايش فيها سقراط وافلاطون وارسطو وارشميدس وفيثاغورس وشيشرون ويوليوس قيصر، ويعني الحاجات اللي هم كانوا منبهرين بيها بيسمعوها على السمع بس. فلما راحوا البلاد دي لقوها خرائب. يعني فين الحضاره وفين والناس، لقوا الناس تافهين كده. فهم سالوا نفسهم عده اسئله. قال لك اول سؤال، الله، هو ازاي الحضاره العظيمه دي بقت ملهاش قيمه كده؟ ازاي هي الحضارات بتنهار ليه؟
ده اول سؤال. تاني سؤال سالوه لنفسهم، طب الحضارات بتقوم ليه اصلا؟ تالت سؤال بقى، ده بقى اللي كان الحافز، طب هو احنا حضارتنا دي هيحصل لها زي ما حصل للاغريق والرومان؟ فبدأ المثقفين والناس اللي يبدأوا يفكروا في الحكاية دي. بدأ الحكاية دي، أول واحد اسمه جيبون، ده إنجليزي، بدأ يدرس التاريخ الروماني عشان يعرف ليه الرومان دول اللي كانوا يعني روما دي كانت يقول لك كل الطرق تؤدي إلى روما، روما دي كانت سيدة العالم. ازاي الحكاية؟ راحوا فين دول؟ فعمل كتابه ضخم بعدة مجلدات، درس التاريخ الروماني كله، وعايز يوصل في الاخر الى ليه هم قاموا بحضارتهم وليه انهارت. كان من ابرز النتائج اللي وصل لها في انهيار الرومان، قال لك عشان هم اعتنقوا المسيحيه. دي كانت حاجه مفاجاه. قال لي ان هم اصلا مجتمع قايم على البطوله، فلما غيرت مفاهيم البطوله والشجاعه الى مفاهيم الخنوع، من ضربك على خدك الايمن ادر له الايسر، فقدوا الميزه النسبيه بتاعتهم. وفي حاجه اسمها الميزه النسبيه. الميزه النسبيه دي لازم ناخد بالنا منها حتى في تربيه الاولاد. يعني انت ربي ابنك في الاتجاه اللي انت شايفه فيه هو مبدع فيه، الميزه اللي عنده. يعني لما يكون هو جسمه ضعيف كده ورقيق، ما تدخلوش في حاجات الجيش ويطلع طيار، لا، دخله في حاجات تانية، دكتور مش عارف ايه. لما تلاقيه بقى بالعكس واد متحرك ومش عارف ايه ولمض ولبط ومش عارف ايه، دخله الجيش، دخله الشرطه، دخله كده. يعني اذا ده زي برضه في الملاعب، انت بتشوف اللاعب، ما تحطش اللاعب في مكان مش شوفه بيبدع فين، حطه في الحته اللي بيبدع فيها. برضه في الشركات تحط الموظف في الحته اللي بيبدع فيها. ما تقولش كله شغل ولازم يشتغل كل حاجه، لا، كده كانت نظريه فاشله. ف ال يعني الرومان فقدوا ميزتهم النسبيه لما اعتنقوا المسيحيه من وجهه نظر جيبون. وده كان نوع يعني هو في بعض الناس المفكرين بيقول لك هم اليهود حبوا ينتقموا من الرومان، الرومان كانوا محتلين فلسطين ودمروا لهم الهيكل، فقال لك ان هم صدروا لهم المسيحيه عشان يقتلوا فيهم الشجاعه. يعني بعض التفسيرات. دي طيب. بعد كده ظهر بقى فلاسفه كتير اتكلموا عن موضوع الحضارات ونشأتها وهبوطها لحد النهارده. يعني اخر واحد اتكلم هو المؤرخ الامريكي بول كينيدي، نشأة واضمحلال الحضارات. يعني ده بول كينيدي المؤرخ الامريكي، فهو موضوع شغل المؤرخين. فنشأة واضمحلال القوى العظمى، ده عنوان الكتاب بالظبط، عشان لو عايز ترجع له، يعني بتاع بول كينيدي، ده كتاب مهم جدا. وهو ليه كتب تانية برضو، في كتاب تاني اسمه الإعداد للقرن ال21. الراجل ده المؤرخ ده مهم جدا، هو مش مشهور عندنا بس هو مهم جدا. ففي مؤرخ منهم، في طبعا شبانجلر ليه نظرية معينة، النظرية العضوية، والكتاب بتاعه اللي هو موت الغرب أو اضمحلال الغرب. وفي بقى أرنولد توينبي. أرنولد توينبي برضو ليه كتاب مهم جدا، 14 مجلد، اللي هو اسمه دراسة في التاريخ الإنساني، أو دراسة للتاريخ الإنساني. الكتاب ده اختصر في 7 مجلدات، وبعدين اختصر تاني في 4 مجلدات، هم دول اللي اترجموا الى اللغه العربيه. انا نفسي الكتاب الاصلي هو اللي يترجم، يعني نفسي، يعني لانه كتاب حلو جدا، جميل جدا. توينبي قال حاجه، نفس الموضوع الحضارات ده، طلع نظريه جميله جدا وقويه جدا ومهمه جدا، اللي هي نظريه التحدي والاستجابه. يعني هو بيقول ان الحضارات دي بتنشأ نتيجة ان في مجتمع ما بيجي له تحدي قوي جدا، تحدي وجودي، فهو بتكون استجابته للتحدي الوجودي ده هي دي الحضارة بتاعته. يعني لو تلاحظ ان الاسبان بعد ما انجازهم التاريخي الجبار ان هم اخرجوا المسلمين من اسبانيا، اكتشفوا امريكا بعديها. الطاقة اللي عندهم اللي احتدمت في دمائهم، وهم بيخوضوا حروب طويلة ضد المسلمين في اسبانيا لحد ما انتصروا، فضلت معاهم لحد ما بقوا القوة العظمى الأولى في العالم، وبقت عندهم أمريكا الشمالية والجنوبية. يعني كانت